الشيخ أسامة القوسي هو من الناس اللي بتدعي انتمائها للتيار السلفي، وهو له أفكار مختلفة تماما عن التيار السلفي. يعني مثلا على سبيل المثال هو بيحلل لبس البنطلون للإناث. يقول: بلغنا أنكم أجزتم لبس البنطلون للنساء، فهل هذا صحيح؟ طبعا البنطلون ليس خاصا بالرجال أساسا. طبعا في ناس هتقول لك يا أخي أكيد يقصد البنطلون تحت العباية أو تحت الإسدال. كيفية ذلك؟ هل يلزم أن يكون تحت الإسدال، تحت الثياب، أم كما نرى الآن في الطرقات؟ وما هي ضوابط ذلك؟ حقيقة ليس. هو الصراحة له وجهة نظر في الموضوع ده. أحيانا أرى بعض النساء يلبسن البنطلون وحده بدون جيبة كما يقال، ولكن لا تكتشف أنه بنطلون إلا بعد حين. كيف؟ بنطلون واسع، هو عبارة عن يعني مكانين، كل رجل في مكان فعلا، لكن وهي تمشي أنت لا تلاحظ أنه بنطلون، اللهم إلا أنك تبدأ تلاحظ ده دول مفصولين عن بعض. يعني انت لو ركزت قوي ودققت معاها وهي ماشية هتاخد بالك ان هو بنطلون. برضو الشيخ أسامة من الناس اللي بتحلل فوائد البنوك وقروض البنوك كمان. يعني يجوز له الاقتراض من البنك بضمان الوظيفة؟ نعم يجوز له ده. كمان الشيخ أسامة بيحلل الموسيقى. كان في موسيقى ولا ما كانش فيه؟ كان في موسيقى، وكان في مغنيات ولا لا؟ وكان الرسول عليه الصلاة والسلام بيحضر الفرح ولا ما بيحضرش؟ خاف شؤون كان بيحضر، وبيحضر الفرح، وفي يعني ستات بتغني، ايوه، ويسمع الغنى، ايوه. علاوة على ده كله الشيخ أسامة له منهج خاص في السلفية يتبرأ فيه من كل سلفية اسكندرية ومن هم على شاكلتهم. السلفية أيضا التي أؤمن بها وأتبناها ليست سلفية السلفيين في الأسكندرية ومن سار على نهج. أما عن رأي الشيخ أسامة في الرئيس مبارك فكان له آراء عظيمة جدا. يفرض حتى ان هو ربنا اداله عمر 100 عام، نسأل الله ان يطيل عمره وان يحسن عمله وان يحسن خاتمتنا وخاتمتنا. 18 سنة كمان، ايه يعني 18 سنة؟ مش كفاية؟ مش كفاية ليه؟ استقرار. كما قلت معظم المشكلات التي نعاني منها ليس سببها الحكومة، سببها غالبا نحن. فعلا المشاكل مش سببها الحكومة فيها ناس عظيمة زي وزير المالية المحترم اللي كان بيسب الدين في مجلس الشعب. يوسف مفرز غني. شيخ أسامة تمدح رجلا لا يدين بالإسلام؟ نعم. لا يشكر الله من لا يشكر الناس. هذا الرجل لولاه لضاع الاقتصاد المصري، لانتهت كل الأمان. أما بالنسبة للي كان بيحصل في ميدان التحرير فالشيخ أسامة ما كانش مبسوط. ما بيحبش اللي بيحصل في ميدان التحرير يرفع ايديه برضه، محدش يرفع ايده غصب عنه. انت مبسوط من اللي بيحصل في ميدان التحرير ما ترفعش. اللي مش مبسوط من اللي بيحصل في ميدان التحرير يرفع ايديه. موافقة. هو كان رأيه يعني باختصار ان الثورة دي لا تعبر عن غالبية الشعب المصري. لازم يحترموا إرادة الشعب، ومتخيلين ان ال2 مليون او ال10,000 او ال15 ايا كان العدد اللي في ميدان التحرير يعبروا عن نفسه. يعني في 2 مليون بني ادم، 8 مليون بني ادم يقولون نحن نريد اسقاط النظام. مش عارف الصراحة يعني ايه اللي دخل في دماغه الفكرة دي. هو تقريبا كان عمل دراسة علمية او حاجة زي كده. هنا عشوائية اهي، احنا صلينا الظهر وبنعمل عينة عشوائية، وده من الناحية العلمية موجود في لا، بحث علمي ممتاز يا دكتور أسامة، لكن أنا بحثت الموضوع بطريقة تانية الصراحة. يعني لو افترضنا إن الدائرة الحمراء دي بتمثل الشعب المصري كله اللي تعداده 80 مليون فرد،
عندك نص الشعب المصري اللي هم 40 مليون عبارة عن شيوخ ونساء وأطفال، ودول طبعا ما بيشاركوش في الثورة ولا ممكن يشاركوا، علشان كده احنا نعتبر ان رأيهم مهمل. يبقى ال 40 مليون من الشباب. عندك نص ال 40 مليون دول تقريبا هم من الإناث، يعني معنى كده ان انت عندك 20 مليون من الإناث. طبعا مش هيقدروا يشاركوا في الثورة علشان عاداتنا الشرقية وتقاليدنا. هيبقى لك 20 مليون من الذكور. لو بصيت ل 20 مليون الذكور دول يا دكتور أسامة، هتلاقي منهم إن في على الأقل 4 مليون شاب بيعمل في الخارج، فطبعا دول مش هيقدروا يشاركوا معانا في الثورة. يتبقى 16 مليون شاب مصري تقريبا، هم دول اللي المفروض إن احنا نشوف رأيهم إيه في الثورة. لو رجعت كده التقديرات اللي اتعملت على عدد اللي شاركوا في الثورة، هتلاقي تقريبا من 10 مليون ل 15 مليون شاركوا في الثورة. يعني في المتوسط أقدر أقول إن في 12 مليون مصري شارك في ثورة 25 يناير، وفي 4 مليون لم يشارك. يعني تقدر تقول إن 75% من الشعب المصري يا دكتور أسامة شارك في الثورة. عموما الدكتور أسامة كان ضد الشباب اللي معتصم في ميدان التحرير، وكان رأيه إن الشباب ده غرر بيه تماما، وضد أيضا هذا الشباب الذي تم استغلاله. هذا الشباب تم استغلاله. وكان رأيه إن اللي بيحصل ده فتنة. لله جميعا ولا تفرقوا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. إن كانت الفتنة قد بدأت من الإنترنت ومن الفيسبوك، الشباب الذين لم يقدروا العواقب، ويجب علينا أن نخمد هذه الفتنة. كما بدأت هذه الفتنة من الفيسبوك، إن شاء الله إن شاء الله الإنترنت رجع من أمس، إن شاء الله شباب أيضا صادقون طيبون ليس مغررا بهم، إن شاء الله سيضعون هذه المادة بإذن الله على الفيسبوك الآن أو على الإنترنت وتنتشر حتى يكون سببا في يعني مع اختلافنا في وجهات النظر يا جماعة، لكن الشيخ أسامة كان دايما يؤكد على إن الرئيس مبارك رمز ويجب احترامه. بلدنا على الرئيس مبارك حفظه الله ورعاه رمز. لا أنسى اليوم الذي وقف فيه الرئيس السادات على منصة مجلس الشعب، ووقف الفريق طيار محمد حسني السيد مبارك تحت، والرئيس السادات قال حسني مبارك بيحترموه جدا في إسرائيل. علشان كده كان بيزعل قوي لما حد يقول ارحل يا مبارك ارحل يا مبارك. ما معنى أن يخرج الشيخ القرضاوي في قطر وأن يقول ارحل يا مبارك ارحل يا مبارك؟ صحيح، يعني ايه ارحل دي؟ لا 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 لا، طب ده كلام برضه يا جماعة، صح الكلام ده يعني؟ قرضاوي من هناك شغال ارحل يا مبارك ارحل يا مبارك. ارحل يا مبارك ايه؟ هو كرتونة علبة عصير هو؟ ايه ارحل يا مبارك دي؟ اين الادب واين الاحترام؟ لا 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 لا، ما ينفعش، ما يصحش كده يا جماعة. ارحل يا مبارك، ما هذا الكلام؟ هو مبارك ده كرتونة؟ مبارك ده علبة عصير؟ ايه الكلام الفارغ ده؟ هذا المفاجأة اللي حصلت بعد كده ان الشيخ أسامة القوسي غير رأيه في الرئيس مبارك. يقول لك هو مش الشيخ أسامة كان عمال يقول لنا الرئيس مبارك ده حكيم؟ طلع لي واحد كان عارف ان هذه الأسرة يعني كانت عصابة. حد كان يعرف هذا؟ لا طبعا ما كانش حد عنده فكرة عن الموضوع ده خالص. انا مش عارف حتى هم ليه عملوا ثورة من اساسه. بس انت عرفت ازاي يا استاذ أسامة؟ مش انت قلت لنا؟ طب ما هو انا نفس الشخص. فبقول لك الآن الحاكم الذي يطلق الرصاص على شعبه تسقط شرعيته. يعني انت اكتشفت الموضوع ده بعد ما قتلوا 300 شاب في الشارع. طب كويس جدا. تاني كده انت قلت ايه؟ الآن الحاكم الذي يطلق الرصاص على شعبه تسقط شرعيته فورا. تستنكر هذه الفتوى؟ طبعا استنكر جدا،
هو يا جدع انت مش كنت زعلان ان هم بيقولوا ارحل يا مبارك ارحل يا مبارك؟ هو مش ارحل يا مبارك دي كانت بعد ما قتلوا 300 شاب في الشارع ولا ايه؟ ارحل يا مبارك، ما هذا الكلام؟ هو مبارك ده كرتونة؟ مبارك ده علبة عصير؟ ايه الكلام الفارغ ده؟ هذا انا صراحة نفسي اقول لك مين اللي كرتونة، بس هتزعل مني. في ناس برضه ممكن تقول لك ان العدلي هو اللي ضرب مش مبارك. انما مبارك هو اللي ايه اللي اطلق النار على مين؟ على العزل. يلا اضربوهم. واحد يقول مش مبارك ده العدلي، والعدلي ده شغال عند مين؟ الله، ما شاء الله عليك، ما انت فاهم كل حاجة اهو. امال ليه كنت بتزعل لما حد يقول ارحل يا مبارك مع انه فقد شرعيته فورا